حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ جات لكم فيديو جديد من قناة منوعات بيوتي. فيديو اليوم هو بعد الانقطاع هذا لازم فيديو حلو، فسويت لكم فيديو مشتريات. بداية تونا ما يكون باللوك، طبعا سويته على السريع يعني بس على مود عيونكم هيجي سموكي ميلي. وآسفة على الخربطة اللي صارت بالألوان، بس اكو شي كلش حلو راح البسنه. طبعا جابت لي اختي وكلش عاجبني، فلذلك لصقت اللوك وياه. والسكارف اول مره، يعني دائما اشوف بناتي يلبسونه بس اول مره اجرب انه البسه. ليتس جو. مبدئيا انطونا ما يكون باللوك، يمكن هاي اول مره يعني مالكم شغله يعني باللبس. ليش جاي احسكم مركزين باللبس. طبعا لابسه ليجنز اسود ويا توب وردي من بالبيت يعني طالعه، بس هسه عمود التصوير بس جاكيت لانه لو تالي راح اغير. وهاي تنسيق ويا التليفون ماروني، واللوك قلت لكم ويا اللبس اللي راح البسه. يلا ننتقل للملابس. طبعا خلي اشوفكم الغرفة بالبداية. هنا الميز نقلته اللي كان هنا، هاي هنا الطابعات وهاي نقلتهم، فبعدني ما مفكرة بالفيكة شنو اللي راح اسويه. واشتريت هاي الطابعة جديد وبس، يعني الغرفة بعدها تعديلات. هسه ليتس جو نشوف شنو اشترينا. طبعا قاعد اتحرك بحركات دائرية وبطني ما احكي لكم عن الوجع، يعني الوجع كارثة يا ربي. فيلا نبلش بالاشياء. طبعا هاي الشحنة من ضمن المشتريات، بس لانه شاحنتي عطلت فاستخدمتها، يعني ما يعني تعتبر من المشتريات. طبعا هسه جاي اثبت بالستاند. اوه ماي جاد، ما جاي يثبت، ما اعرف ليش. طبعا كلش اعتذر من الهوسة اللي جاي تسمعوها. طبعا انا طفيت لكم صوت نسيت صوت السبلت، بس صوت اهلي قاعد يسمعونه. اعرف، كلش اسفة يعني يمنا خطار ومجبورة انه اسجل فيديو، لان اكثر شيء اكره عنه انه اضيف الصوت على الفيديو، فلذلك احب احكي اثناء الفيديو. هسه نبلش. قاعد اشوفون مكمل الاشياء اللي طالبتها، وهواية اشياء اجتني هدية، فيلا نبدي. اول شي على مود الفيديو يكون الوانه متناسقة ومرتب. راح ابلش بهدية اختي. يعني اختي جابت لي هذا قميص ستن، انتو تشوفونه اوضح، كلش حلو، فراح البسه وارجع لكم. طبعا هاي هي بيجامة ستن كلش حلوة، واجت قياسي الحمد لله. فهسه يلا نكمل الفيديو. نزعت السكارف لان حسيت شكله يعني اوفر، وهيك اللون ابيض ونيلي يعني راهم. ليتس جو. نرجع نثبت الكاميرا اللي بصعوبة جاي نثبتها. هسه الشي الثاني اللي راح نبلش فيه، نبلش بهاي. طبعا هذا الباكجينج مالتها، وهاي هاي سوار سلامتي جابت لي امي، كلش حلو. وراح احط لكم الصورة مالته. مشكلة يمنا خطار وما جاي يسكت راسي صدع، وفوق كل هذا انه الجو يصمت والغرفة كلش حارة. فيلا نبلش بالمنتج الثاني.
المنتج الثاني شي كلش متحمست له، يعني ما تتخيلون ايش قد عانيت على ما وصلني. احس اذا ارجع لي ورا هيك بهالطريقة انه تشوفوني اوضح. فالمهم هذا الشي عانيت كلش هواية على ما حصلته. حاعلي صوتي بالفيديو على مود اضيع الهوس اللي جاي اسمعها. مو هذا طبعا بسرعة يعني اشتريته. رقم 1 بلاشر كريمي يجنن 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 يجنن. طبعا هذا ما استحملت انه ما استخدمه، فهسه اشوفكم الدرجة مالته. شوفوا الكمية اللي حطيتها قد. هسه راح اشوفكم شغلها. باو جاي تشوفون الجمال، شلون بسرعة يندمج وفشي خرافي. هسه بقية الحلويات اللي وصلتني، ترى منتجات شي جلام. هذا الكونتور الاسم مالته تاوني اميبر اسمه، يعني شايفينكم واحد يسير الساعة بالثنتين. هذا لازم من عصر يلا نستخدمه لان كلش حلو وتعبت يلا. طبعا بيه كمية كلش حلوة، كميته زينة يعني. هذا شكله وهاي الدرجة مالته. المنتج اللي بعده اللي هو فانيلا فروت، وهذا شكلها جمال. هسه راح نجرب وياكم لاف كيك اللي هو البلاشر. الدرجة مالته لون الوردي النود، فكلش حلو هاي الدرجة مالته. طبعا انا استخدمتهم وثباتية كلش عالية، نزلت لكم عليها شورت ستوري. فكلش حلوات، كلش انصحكم بيهم ويبقون وقت كلش طويل. يعني اني رحت مستشفى ورحت للعيادة تقريبا من الصبح لحد ما رجعت الساعة بالثنتين الظهر، يعني تخيلوا من 8 للثنتين، فوقت كلش طويل وهم على ثباتيتهم، فكلش انصحكم بيهم واسعارهم يعني مناسبة معقول. هسه نجي للمنتج اللي بعده. طبعا القطاع مستمر بالهوسة مالته. المهم هاي من مكتب هاكوري اللي هو رينج لايت اللي قياسه 40 أو 45 هيج قياس، يكون ملون وإضاءة شمسية وإضاءة أوف وايت وإضاءة أبيض وألوان قوس قزح. تريد لون موحد وتريد عدة ألوان، فكلش حلو وحجمه كلش حلو، ويجي وياه ريموت تحكم. تعالوا نفتحه ونركبه سوية. هسه بعد ما فرغنا الكرتونة نتلفه جانبا. طبعا انا راح اسوي لكم المقطع وراح نبدي نشد سوية. طبعا هو شغلته بالبداية انا فكرته معقدة، بس بعدين طلع كل سهل. هاي الادوات اللي وياه. وهسه راح نبدي نشد رينج لايت. شغلته هي مو معقدة وإنما يرادلها التركيز يعني بس. واللي ما يعرف يدخل على اليوتيوب والطريقة جدا سهلة، يعني ما تاخذ منك وقت 3 دقايق إذا دخلت على اليوتيوب، بس إذا أنت تبقى تفكر تاخذ وقت أطول مثلي. أني كله تمام، بس بالأخير الستاند اللي يثبت بيه التليفون هو هذا اللي دوخني. هذا اللي قاعد أشدن بيه حاليا، فقط هو هذا اللي دوخني لأن خفت لا ينكسر. هاي بعد شلون اني كنت احاول، يعني اني توقعت هيك الفكرة، بس بعدين دخلت على اليوتيوب لأن خفت لا اكسره.
انتو عندكم علم انه اني دخلت فيديو باليوتيوب حتى اتعلم هاي شلون تنشد بذني. دوخني. طبعا هذا ريموت حطيت له حجرات وهسه نشغلها سوية. راح اكمل شد بما انه راح القطار، راح ارجع اسجل صوتي. شو اسمه، راح اطفي السبلت على مود صوتي ما يزعجكم، وكلش اسفة على صوت القطار لين اني شخصيا زعجني. فشحال انتو تقدرون تشاهدون فيديو بدقة عالية والصوت منتظم والصوت حلو وماكو ازعاجات، فكلش اسفة وحقكم علي، وانا اختاريت وقت غلط للتصوير، بس لان بالليل اتكاسل والصبح اتكاسل وبطني كذلك كلش تأذيني، والظهر استغل وقت الظهرية لين ماكو احد يزعجني. طبعا هسه مثل ما قاعد تشوفون كملت شدة وما بقى عندي بس الشاحنة اربطها اكمله وارجع لكم. هسه هو طبعا مثل ما قاعد تشوفون مشتغل من هنا، هاي الاضاءة مالته ازود منه وانقص منه. او اتوقع ذني الوان، اي ذني الالوان. واو كلش حلوة الالوان مالته، هاي الفيكي كلش حلوة، يعني اذا الغرفة طافية وبالليل في اجواء كلش حلوة يسوي، وخاصة للبثوث. خلي شوي ازغر لكم. طبعا هذا اكبر قياس جبته، باع الجمال مال الالوان تردونه كله تردونه بس من جهة وحدة. نرجع نحوله على ابيض. وين شلون الابيض؟ هذا هذا هو رينج لايت. طبعا من زمان عاجبني والحمد لله جبته. طبعا اقسم بالله اني مجاهدة، يعني الوجع اللي ببطنه ما شاء الله كلش قوي وكلش يأذي، يعني وجع العملية، واللي مسوي عملية يعني حاس بالوجع وهاي، خصوصا انه انا ما صار لي يعني 20 يوم، اقل الشهر صار لي. فهسه نكمل بقية المشتريات. الحمد لله الخطار راح. طبعا والله اللي راح يقول عيني ضيقة او ما تحبين الخطار، بالعكس أنا شخصية اجتماعية وأعشق الخطاب من يجوني، بس تعرفون من يجوني بوقت غلط، يعني وانت قاعد تسوي شي وما لك خلق على هذا الشي. يعني أنا بالعكس مو مالي خلق إنه أصور أو شي، وإنما تعبانة يعني، بس بنفس الوقت ما أقدر أعوضكم بدون فيديو، يعني لازم أصور لكم فد شي على الأقل، يعني على الأقل بالأسبوع أنزل لكم فيديو وبال10 أيام فيديو. فهسه جبت هذا رينج لايت ثاني، بس الفرق انه هذا يعني للبث. هسه اشوفكم يا شلون. هذا من زمان عاجبني. طبعا الرينج لايت والرينجات اثنينهم، يعني الرينج هذا الكبير وهذا، هذول اشتريتهم من مكتب هكوري، اللي يعرفه أهل الكويت يعرفونه، يعني ما شاء الله الجودة مالتهم والله صراحة من طلبتهم أبد ما متخيلة هي جودتهم تخبل، يعني قويات بشكل. ركبناها بسرعة صرنا خبرة بعد. خاف انتو تشترون رينج لايت وتحيرون بيه شلون تشكل. هاي الواشة، الفتحة الصغيرة هيجي هذا، وهاي لا تخافون يعني ما راح ينكسر هيك، وهسه راح تبدون تفرون هيك. هلا اسويها. المهم وصلتكم الفكرة. هذا انه شكله هيك قراصة بالميزة. هذا حظي نصيب،
فتحته وياكم باليوتيوب. اللي يريد يشوف شنو هذا الحظ يا نصيب يضيفني بالتيك توك وراح نفتحه على حظ المتابعين مال التيك توك. هاي ايضا من مكتبة الهيثم. هذا قلم فحم لين عاجبني هالفترة انه ارسم، فاشتريت قلم فحم. وهاي اللعبة 5 بواحد، سعرها 7.5. كلش حلوة وكلش عاجبتني، وبس لقيتها يعني رأسا اشتريتها. طبعا ليش رأسا جبتها؟ لأن هاي تحتفظون بها وقت طويل، يعني مو كرتون وتغلب. أنا عندي لعبة لودو كرتون، وعندي حياة ودرج، وعندي العملاقات شايفيها بالفيديو السابق. يعني من أقول فيديو سابق أقصد الفيديوهات القديمة. هيك منها حياة ودرج، ونقلبها هيك صارت لودو. الحلو بيها يجي وياه هنا ذن مال لودو وذن مال حياة ودرج، يعني تحفظهم على مود ما يضيعون، فكلش حلوة. هاي مال الشطرنج وهاي مال الطاولة. طبعا ذني الألعاب أنا أصلا ما أعرف أستخدمهم ولا ألعبهم ولا لعبتهم بحياتي، فاشتريت عمود اللودو حياة ودرج. وهاي كلش حلوة. وهاي مال لودو مال الشطرنج والطاولة نفس الشي، يعني هيك مثل الصندوق، تنحفظ كلش حلوة. هاي هدية من صديقتي. أدري الفيديو راح يطول بس كلش آسفة، يعني إنه أشياء هواي وما حبيت إني أسوي جزئين، يعني ما حسيتهم مال جزئين. هاي أتوقع قالت لي من مجمع فوازير هيك. طبعا أنا هذا لبسي بالبيت هيك، يعني مو نفسه بالضبط بس هذا لبسي هيك بهاي الحركة من الصفح، وهذا شكله. طبعا ينلبس حتى على بنطلون بوي فريند او كيلوت، لان شكله كلش كشخة. وهاي الماركة مالته. ويجي وياه شورت هيك، هم نفس الحركة من الصفح وهيك. الشورت يعني هو اوفر سايز وبهذا القيطان انه يتضيق. كلش حلو وكلش شكرا حبيبتي على هاي الهدية. يعني هي تعرف لبسي انه انا ما البس تراكات بالبيت، فجابت لي هيك. هذني انا طلبتي. هذا الهاينك يكون حمار وحشي كلش حلو. احنا نحترمه بس بنقدمه للفيديو. وهذا اكو بيت ومحل بنفس الوقت. يبيع واحد له حقائب بس صار له فترة انه يبيع ملابس، فطلبت من يمه هذا التيشيرت يكون اوفر سايز. كلش احب هيك التيشيرتات طويل ومن قدام هيك قصر عنه، يعني من راح تشوفوني باللبس اكيد راح تفهمون. فتعالوا على الانستغرام لان هاي اللبسات كلها البسها واصور بها بالانستغرام، فضيفوني الحساب صندوق الوصف. هذا كيلوت اختي جابت لي طبعا. طبعا هيك تصميمه ابو الشدة، كلش حلو وبيه هواي الوان، يعني تقدرون تنسخونه ويا اي شيء.
الرسمة كلش قاعدة تأذيني والله. هاي الجنطة همين جبتها من أحذية وحقائب ستايل، يعني اشتريتها هي والبدي سوية، كلش حلوة صراحة. لونها يكون رصاصي على نقاط أزرق بأخضر، كلش حلوة يعني. يكون منها بها جيب ومنها همين جيب. الخامة مالتها كلش حلوة. احنا طلبناها انا وصديقتي اختارت لون اسود وانا اختاريت هذا اللون، بس صديقتي من شافت حجمها انه كلش كبير قالت انا ما احتاج شي الجنطة، خصوصا ان احنا مخلصين دراسة، بس اني للزيارات للسفرات فهاي حلوة وحجمها كلش حلو. فهاي راح انطيها ابن اختي واني راح اخذ السودة. هاي الجنطة قلت لكم ويا هذا الهاينك تنسيقا، ويا سترة سودا وبنطلون تشارلز يطلعون يموتون، وراح انسقهم بستور على الانستغرام. هاي الجنطة هي وذيك الجنطة اشتريتهم سوية طبعا بصعوبة، يلا حصلتهم يعني من اراسل البيج. انا عندي جنط يعني كلش هواي، وافضل انه البس اسود ابيض بيجي بالطلعة، يعني ما احب انه اشتري الوان ويج. كان عندي كل حقة وياها لون ايام ما كنا كرنج، بس هسه ما قاعد يعجبوني فانطيتهم كلهم واشتريت هاي وكم جنطة يعني الوانها عادية. فمن القى هاي القى ذيك مخلصة، من القى ذيك مخلصة، فما ادفع توصيلين، جبتهم اثنينهم سوية. اكو بيج اسمه كوجي يعني هم ماركات كلش حلوة يبيع، فاخذته منه. يجي وياها سلسلة طويلة اذا احب البسها صفح او البسها وتتنسق ويا هذا تصير كلش حلوة. شوفوا ترهم يعني، لان هذا بيه اخضر برتقالي بيه اصفر بيه اسود، فكلهن موجودات فيها. طبعا اتوقع خلصنا، اتوقع خلصنا المشتريات. هاي كلش 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 حلوة، احلى شي بالمشتريات. بس اشوفكم شنو هو. عباية، طبعا اللي يعرفني يعرف انه انا ما البس عباء، بس من اروح يعني الكربلة الزيارة يعني كلش احب اشوف البنات لابسات ربطة وعباية، الستايل الكربلائي احنا نسميه، انه تكون عباية عراقية ويا ربطة. يعني غلسوا على هذا اوقفوا هيك تكون، فشكلها كلش حلو. صورت لكم بيها، راح احط لكم الفيديوهات، ناعمة كلش بنفس الوقت خفيفة ومريحة. عندي العباء اللي يسموها لبنانية بس كلش محابتها، وهاي كلش حلوة انغرمت بيها اول ما شفتها. بس والله ننهي الفيديو بالعباء هاي الحلوة الكشخة. لهنا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى ينال اعجابكم. لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل شي جديد اول باول. فاكيد ما ننهي هيك بأدب، لازم اشوفكم الفوضى اللي صارت والسبب انتو. بس شوفوا ماي جاد، هاي خلف الكواليس او قدام الكواليس انتو شفتوها. ولا تنسون انه الحظي انا صيب راح افتحه بث بالتيك توك، فترقبوا. ما اعرف بش وقت اسوي البث، بس انتو تابعوا التيك توك راح تعرفون اكيد من هفتح بث. وباي.
طبعا هاي لعيونكم، قلت ما انهي الفيديو اذا ما تشوفون الاضاءة. ادري اغلبكم عنده فضول. طبعا هاي من هنا نشغلها، وهاي من هنا الدرجات مالتها. طبعا اضاءتها كلش قوية ما شاء الله. وهاي من هنا اذا اريد ازيد وانقص. هذا شلون تخفت الاضاءة. كلش حلوة. طبعا للي يسأل عن الرينج لايت والرنجات، يعني اقصد ذني يعني باعوا هيك بكل قوتي، يلا اقدر احركها، كلش قوية. وحتى الكباسة مالتها يعني ما شاء الله على القوة مالتها. ابد والله ابد ما توقعت راح يجوني بهاي الجودة، لان مثل ما راح اقول لكم انه سعرهم صدمة. سعرهم بس 5000. عفوا يعني هذه سعره 5000، رغم انه اكو بيجات ناس شرته ب15 واكو حتى ب25، بس هذا مسوين عليه تخفيض ب5000. تخيلوا يعني هاي الجودة. انا بالنسبة لي اذا اشوف هاي الجودة ويقولوا له 25 اخذها، لان الجودة كلش كلش قوية والله. لا دعاية ولا اعلان، بس هم اني من زمان اخذ من يومهم، لان ينصحون بالشغلة وحاجتهم اصلية. وكذلك عندكم الرينج لايت، هم حجمه كلش كبير، القياس اتوقع 40، وبالاضاءات تقريبا بال25 لون، وتبدون تعرفونه لون واحد، مثلا الوان القوس قزح، او تبدونه مشكل او رماش او اي شيء تبدونه انتو، او ابيض واصفر. اكيد هاي الاضاءات. وهم يعني المتانة والقوة مالته فد شي خرافي. وسعره كان 35,000 بس، والتوصيل 2000 دينار داخل الكوت. طبعا الفيديو صورته صار له مدة، بس ما منتجته. فاليوم وانا قاعدة منتجه، وهي ما بديت اختم. وصلت هاي جنطة الفرش مال الميك اب، 15 فرشة، والكواليتي جدا عالية من كوزمتيك اتش بي. طبعا هاي صديقتي اشتريتها ودزت لي اياها. وهنا حطيت لكم صور للميك اب اللي سويته، واذا تحبون اسوي فيديو واحدة كتبوا لي بالتعليقات تدللون. ولهنا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى منكم لايك واشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل شيء جديد اول باول. حساباتي بصندوق الوصف ضيفوهم.